السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده حبايبي زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض بسكوت الاوريو بالطريقه الجميله دي وبالشكل الجميل ده وبمقادير مظبوطه جدا ومقادير سهله وما كلفتناش حاجه خالص. هنعمل احلى بسكوت اوريو مع بعض في البيت لولادنا. شايفين شكل البسكوته؟ نفس البسكوته اللي بنجيبها من بره بالظبط، ونفس الحشو بتاع حشو بسكوت الاوريو. يلا بقى هنبدأ كده وهنقول المقادير بتاعتنا المظبوطة، وانا لما بجرب مقادير معاكم ما بغيرهاش تاني طالما ظبطت معايا. ما بحاولش ان انا اغير من المقادير تاني. طبعا المقادير دي ظبطت معايا بسكوت الاوريو، مقادير سهلة جدا وبسيطة خالص وموجودة في كل بيت. هنبدأ كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ في المقادير بتاعتنا. معايا دي كوباية الا تلت كده من الزبدة، ودول كوبايتين من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو، يبقى كوبايتين دقيق، نص كوباية كاكاو، كوباية الا تلت من الزبدة، 2 بيضة، ومعايا كوباية سكر بودرة، ومعايا كيس من البيكنج باودر. والكيس البيكنج باودر ده انا مش هاخده كله، انا هاخد منه يعني نص معلقة صغيرة. وهاخد باكت كده من الفانيليا علشان البيض. هابدأ كده وهضيف بقى كوباية الزبدة كده في البولة كده عندي كده. طبعا انا الوصفة مش محتاجة لها العجان، انا هعملها بالمضرب الكهربائي العادي خالص. هاخد الكوباية الا تلت من الزبدة مع كوباية السكر البودرة كده وهخفقهم كويس قوي لحد ما اللون بتاعهم يبقى فاتح معايا كده، يبقى كريمي كده وفاتح اهو كده. هضيف بقى البيضتين بتوعي كده، البيض كده هضيفهم عليهم وهضيف بقى الفانيليا. وهضرب بالعجان تاني، بالمضرب تاني سوري. ولحد ما الخليط بقى يتجانس كله مع بعضه والمكونات كلها تدخل مع بعضها كده اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ان انا اضيف الكاكاو. وطبعا الكاكاو لازم تكوني نخلاه علشان بيبقى فيه تكتلات كده ما تبوظش معاكي الوصفة بتاعتك. بتنخليه كده بمصفى كده ناعمة كده، وبعد كده ايه بتضيفيه للوصفة بتاعتك علشان التكتلات دي ما تبوظهاش. هقلب بقى كويس قوي كده مقادير كلها في بعض كده قبل ما اضيف الدقيق. انا كده لسه ما ضفتش الدقيق، هنضيف بقى الدقيق كده. كوبايتين من الدقيق وكوبايه ونص كوبايه من الكاكاو. وهقولك بقى على حاجه كمان لما تيجي تعمليه. اهي شايفين نص كوبايه، نص معلقه صغننه كده من البيكنج باودر. لما بتيجي تعملي البسكوت طبعا احنا بنعمل زي تيست كده بسيط كده. بنحط بسكوتين كده في صينية صغيرة كده وبندخلها الفرن. لو البسكوتة فرشت معايا جامد فبحط لها شوية من الدقيق. ما فرشتش وطلعت كويسة وبشكلها ومحتفظة بالشكل بتاعها وبالنقشة بتاعتها، خلاص كده الوصفة كده مش محتاجة دقيق، واشتغل بقى واكمل شغلي في البسكوت على طول. اهي العجينة بتاعتي اهي، طبعا ريحتها بس 5 دقايق على ما حضرت الصواني بتاعتي. وبجيب كده كيس كده من كيس نايلو كده او كيس تلاجة، بتفردي الكيس كده وبتحطي في قلبيه العجينة، وبتجيبي كيس تاني وبتحطيه من فوقيها عشان تعرفي بقى ايه تفردي العجينة بتاعتك بالنشابة كده اهو كده زي ما انتم ما شايفين. ماشية معاكم في الوصفة خطوة خطوة اهو. اعملوا لي بقى اللايك بقى اللي انتوا بتنسوا تعملوه لي للفيديو اهو كده. هفرد بالراحة خالص كده اهو لحد ما افرد العجينة بتاعتي خالص اهو زي ما انتوا شايفين. وهشيل بقى الكيس كده وهبدأ بقى ان انا اقطع بقطاعة، اي قطاعة عندك، ما عندكيش قطاعة عندك غطا صغنن كده قطعي بيه، المتواجد عندك قطعي بيه الوصفة بتاعتك دي اهو. ده مش ده بتاع كيس الحلواني اللي هو السيليكون. فبصوا انا قطعت بيها لان هي بحجم البسكوتة وشكلها حلو، هتطلع معايا البسكوتة برضو مظبوطة وحجمها كويسة. هقطع بيها كده. ايه رأيكم بقى في وصفتي السهلة دي؟ هتشوفوا معايا البسكوت هيطلع ازاي. وصفة سهلة جدا وبسكوت والله طلع في منتهى الجمال وروعة جدا جدا. وحاجة كده يعني انا ولادي مكانوش مصدقين ان انا عاملاها لهم في البيت اهو. معايا بقى الصينية كده انا حاطة فيها ورقة من الزبدة. ما عندكيش ورقة زبدة عادي خالص حطيه في الصينية عادي خالص، مش هيحصل اي حاجة، هو كده كده فيه زبدة ومش هيلزق ولا حاجة اهو. هشيل بقى البسكوتة بتاعتي بروحة خالص كده عشان تفضل محتفظة بالشكل بتاعها. وهرصه بقى في الصينية كده. طبعا احنا لسه ما عملناش النقشة بتاعت البسكوت بتاعنا، هوريكم هنعمل النقشة بتاعته ازاي
اهو كده زي ما انتم ما شايفين. شيليها واحده واحده خالص كده علشان تفضل محتفظه بشكلها. اهو كده يا بنات. انا بقى بسجل لكم وانا واقفه في المطبخ، فايه اي صوت ميه اي صوت حلل كده فما تقلقوش يعني، عشان انا طبعا بحضر برضو الاكل بتاعي. اهو شايفين البسكوته دي بقى بسكوته اوريو. انا اشتريت كيس كده من الاوريو، فاخدت منه بسكوته كده، وهطبع بقى الشكل بتاع البسكوته على العجينه بتاعتي. اهو زي ما انتم شايفين واحده واحده كده، واتك كده يعني عليها كده بسيط كده، هتديني بقى الطبعه بتاعت بسكوت الاوريو بالظبط. اهو كده زي ما انتم شايفين. بطبع بقى كده عليها كده على العجينه بتاعتي، فبتديني نفس الشكل المظبوط. اهو شايفين انا وضحتها لكم شويه عشان الكاميرا مش جايباها قوي. خلاص كده بعد ما اديتها الشكل كله كده، هدخله بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. خدي بالك ما بيكملش حاجه خالص في الفرن، يعني 10 دقايق كده بالكتير وبتخرجيه. معايا بقى هعمل بقى كريمه الزبده اللي هحشي بها البسكوت بتاعي. دي معايا كوبايه من سكر البودره، معاهم نص كوبايه من الزبده، وهخفقهم كويس قوي بالمضرب بتاعي. يبقى كوبايه من سكر البودره ونص كوبايه زبده. وهعمل بقى الكريمه بتاعتي اللي انا هحشي بها البسكوت، وهخفقهم كويس قوي لحد ما اللون يبقى كريمي خالص وفاتح كده. ودي كده تبقى معايا كريمه الزبده بتاعتي جهزت اللي هحشي بيها البسكوت الاوريو بتاعي. اهو زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال. فضلت اخفق فيها كده لحد ما ادتني اللون الابيض الجميل ده. طبعا في ناس بتقول بيتحشي كريم وكده، لا هو ما بيتحشيش كريم شانتيه. كريم شانتيه ما ينفعش، ده هيسيح جدا فيه لو قعد، لكن دي كريمه زبده اهو. وادي البسكوته طلعت بالجمال اللي انتم شايفينه ده، ومستويه وجميله جدا وحاجه كده في منتهى الجمال. ما فرشتش معايا، اللون بتاع الطبعه بتاعتي اللي انا طبعتها زي ما هي، وما فيهاش اي اختلاف. اهو وادي كريمه الزبده بتاعتي حطيتها في التلاجة شويه وطلعتها جمدت كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا بقى هنشغلها بقى بايدينا كده، وهتضطر معايا وهحشي بيها البسكوت بتاعي. طبعا انت مش عايزه تحشيها بقى كده، ممكن تحطيها في كيس حلواني وتعملي له فتحه صغيره كده وتحشي بيه البسكوت عادي خالص. يعني بصي كل الطرق سهله ومتاحه ليك ان انت تعمليه باي طريقه. اهو انا عملتها حشيتها كده بايدي كده عشان كانت في التلاجة. طبعا انت ممكن وهي طريه تروحي حطها زي ما قلت لك في كيس الحلواني وتشتغلي بيها تحشي بيها على طول. اهو كده. مش عارفه ليه الاضاءه معايا في الكاميرا مش مظبوطه خالص في الفيديو، الاضاءه عامله تحسوا ان هي مزغلله كده مشوشه كده على الشاشه. اهو كده زي ما انتم شايفين ادي البسكوت بتاعي جهز معايا اهو بالجمال ده. يلا بقى لايك حلو كده للفيديو، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.